الصحيح ايش في النشيد وردت نغم، وإن كانت أصح نغمة إلا إذا كان أريد بها معنى آخر. هذا والله أعلم. طيب يعني إذا طالما أنت تتابع المسائل دي بشكل هدية، أكيد بروف أيمن بتزعجك أحيانا بعض الكلمات. يعني إحنا من خلال الوسائل الإعلامية ومن خلال الأجهزة الإعلامية ترد بعض الأخطاء ربما هي فادحة بالتأكيد وتثير غضبك. يعني ممكن تدينا أمثلة للمسألة دي عشان الناس تحاول تغير؟ يعني أنت تستمع للإذاعة ولا تستمع للتلفزيون ولا للمهرجانات أو أي هذه المحتويات الإعلامية، شنو اللي بيزعجك من بعض الكلمات الخطأ وربما هي أخطاء شائعة؟ يعني الحقيقة الخطأ أحيانا وكثير بيكون في وسط الكلمة، يعني في داخلها نطقها غلط. ده بيحصل معايا أنا، لكن في بعض الحالات لأني بفضل في اللغة أقرأ الكلام الوعر. طيب ممكن تدينا أمثلة يعني كلام الوعر؟ نعم. مثلا مر بي بيت من الشعر، نعم، من أصعب ما يكون، يقول: ومدعشر بالقحطلين تحشرفت خراشتاه فخرك الخرب اعتلي. والله ده مش واعر، ده واعر جدا. مامون أحد الوزراء في الشطرنج، لعبة الشطرنج، يقال وهذه أسطورة إنه اكتشف أحد الوزراء، حب الملك إنه يكافئ هذا الوزير اللي علمه لعبة الشطرنج. الوزير قام بتعليم الشطرنج للملك، الملك حب يكافئه. الوزير قال له: تضاعف لي عدد. الملك قال للوزير عدد الحبات. الوزير قال للملك بالدقيقة 15 سنة تضاعف عدد الحبات 131. الملك المسألة شافها إنها مسألة بسيطة ومسألة سهلة واستخف بالطلب بتاع الوزير في إنه كيف يطلب إنه يضاعفوا له حبة القمح مضاعفات، اللي هو ده ما يعرف بالأس في الرياضيات أو مرفوع للقوة كذا، وهم 64 مربع. فبتمشي كيف الحكاية دي يا مامون؟ مثلا في المربع الأول، المربع الأول حبة قمح وحدة 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 دي لغاية 12 64 كم؟ لحد 64 بتكون العدد كم؟ 18446 تريليون و744 بليون 73 مليار و709 مليون و551 ألف و616 و616 دي الآن حاسبة نفسها بالتشيلة. 20 رقم و20 رقم، هم 20 رقم. مامون ال 20 رقم قادر انك تضربهم في رقم ثاني. اي يعني انا ده ال 20 رقم اللي تكونوا من حاصل 64 مربع، ممكن تضربهم مثلا في كم؟ ايمن اختار. في 15. في 15؟ اي تضربهم في 15 اي بيطلع العدد كم يعني؟ نحن بالآلة الحاسبة ما حنقدر نجيبه لانه ما بتشيل ايوه. ضربتها انتهيت منها؟ كم طلعت؟ 227,272 تريليون و512 بليون و456 مليار و312 مليون 158 ألف و412. ما شاء الله. احنا ما حنقدر نقول اي حاجه. محمود الراي ده الا تجازيه باغنيه طبعا من الاغاني الجميله. خلاص نقول لهم الوسيم. الوسيم القلب راد. مامون القلب راد. مامون القلب راد. بنحييك في هذه السهرة وأنت تشاركي معنا في هذا اللقاء العيد. سعد، وأنت فنان بهذا الصوت الجميل وتشق طريقك بشكل جيد وشهادات طيبة في حقك من كل من يستمع إليك. ما في شيء لو كنت عاوز تطلع فنان بالتأكيد، لكن هل لديك ميول أخرى تفكر في إنجازها على المدى القريب والمدى البعيد؟
المدى القريب والبعيد دي معلش بتاعت البروف، لكن يعني الآن تفكيرك بتحتفل بخصاني، لكن ده شيء في رأيه. يعني فعلا البروف سعيدين بوجودك معنا في هذه الحلقة لتصحيح المسارات. فيا سعد عندك اتجاهات معينة بتفضل؟ والله يا أخي نعم، دي اتجاهات مثلا زي الهندسة كده يعني بتاعت المعمار. كويس والله. ترسم أيضا إن شاء الله سودان جميل وتغني لسودان جميل، ونتمنى أن تتحقق كل أشيائك وتسير في هذه المسارات كلها بشكل طيب وبشكل جيد. بروف، الفضائية يتابعوها كثير من المشاهدين داخل السودان خارج السودان، احنا بنحييهم كلهم في هذا العيد السعيد، وكل سنة وهم كلهم بخير وطيبين. وكثير من الإشكالات، بعد كده أتصلح لك أنا في اللغة، كثير من الإشكالات والخلافات الكثيرة جدا والظواهر الكبيرة جدا التي تؤرق مضاجع المغتربين فيما يعنى بتربية الأبناء ما بين الداخل والخارج. مسألة التداخل الثقافي هو شيء طيب أن يحدث تداخل ثقافي للسودانيين في الخارج ويكتسبوا مهارات وخبرات وأشياء جديدة، لكن لا بد من ارتباط بالجذور، لا بد من خلق تواصل حقيقي. أنا عاوز وجهة نظرك في الأطفال تحديدا، من ينشأ خارج السودان، كيف نستطيع أن نوائم ونواكب ما بين الداخل والخارج من خلال سلوكياتهم ومن خلال تفكيرهم، وحتى لا ينفصلوا عن الواقع السوداني؟ الحقيقة أنا نفسي عندما كنت صغيرا ولدت خارج السودان، ولدت في دولة الإمارات العربية، وكان والدي طبعا يجعلنا نزور السودان في كل عطلة، فهذا يعود على الطقس والعادات قليلا، لأن الإنسان في تلك السن يكون جاهزا ويستطيع التكيف مع هذه الأشياء، لكنها تصبح أصعب عندما يكبر في السن، فقد يكون قد تعود على البلاد الأخرى. وأما للمغتربين فهم قد ينفعون الوطن في أشياء كبيرة، ينقلون إليه علوم الخارج وتنمى داخله. وأعتقد أن هذا ما فعلته ماليزيا، حيث أرسلت مجموعة كبيرة من الموهوبين إلى أمريكا وعادوا إلى ماليزيا وعمروا بلادهم. والله احنا بنحييك على هذا الحديث الطيب، وانت قدمت قبل شوية حديث في غاية الأهمية. أنا أتمنى يعني من يتابع هذا اللقاء أن يأخذ به مأخذ الجد في أن هذه الخبرات الخارجية تعود إلى الداخل، وهي تكتسب كل هذه المهارات وكل هذه الخبرات. وانت أولا طبعا، وبنرجع لك وشكرا على هذا الحديث الطيب، الحديث الكبير، الحديث الجميل. مأمون يبدو أنه يركز أكثر في الأرقام أكثر من كل شيء ثاني، لكن رغم ذلك مأمون لم يتلقى قسط من التعليم بشكل منتظم لكثير من الظروف والأسباب. وإحنا زي ما قلنا في بداية هذا اللقاء إنه مأمون يحتاج إلى رعاية نفسية بشكل أو بآخر يفهموها أهل علم النفس حتى يستطيع أن يسير بخطى ثابتة. وهذه المسألة يعني هي اللي حدث بوالده، رغم أنه قدمت له عروض طيبة جدا خارج السودان وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا، إلا أنه فضل أن يعود حتى يكتسب هذه الرعاية النفسية لمأمون في وطنه، ومن ثم يرجع إلى هناك. ونحن هنا لا بد أن نشيد بكل المساعدات القيمة التي قدمت له، وأن نترحم على روح الفقيد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، هذا الرجل الذي امتدت أيديه في كل مكان وفي السودان على وجه الخصوص، وللأطفال بوجه أخص، وكان آخرهم الطفل الذي نجا من حادث الطائرة. الشيخة فاطمة قرينة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أيضا هي مدت يدها لمأمون حتى تتبناه جهات مختصة،
وهم وأهله يوجهوا شكرهم نيابة عن كل الشعب السوداني لهذه البوادر الطيبة الصالحة. ولكن مأمون تعترض كثير من الإشكالات النفسية التي تحتاج بوصف الخبراء إلى التأهيل النفسي في السودان. لذلك هذه المسألة يعني يجب أن ينظر إليها. نحن فقط نود أن نلفت الانتباه لمأمون حتى لا يضيع من بين أيدينا، وحتى نستطيع أن نفخر به. وشهادات في حقه كثيرة جدا، وتقرير أيضا من خبراء ألمان أكدوا على قدرات مأمون الذهنية العالية الكبيرة. مأمون يعني الآن أيضا يمكن أن تجري بعض العمليات الحسابية فيما يختص بالجذر التقعيبي. يعني إذا كان الجذر التقعيبي لأي رقم يختاروا لنا أيمن؟ الجذر التكعيبي ل 1765. 1765. 1765 ما عندنا. ما عندها فعلا. طيب مأمون مثلا 7 أس 4. 7 أس 4 2401. 2401. 15 مرفوعة للقوة 6. 15 مرفوعة للقوة 6. نعم. ماشي العملية؟ ماشي. 11 مليون و390 ألف و625. صحيح؟ صح. 11 مليون 11 مليون و390 ألف و625. 625. شخص عمره كم سنة تختاري يا سماح؟ تختاري كم رقم؟ 45. 45. شخص عمره 45 سنة. عمره بالأيام كم؟ 16470. عمره بالساعات؟ 395280 ساعة. عمره بالدقائق؟ 23 مليون و716 ألف و800 دقيقة. عمره بالثواني؟ 1,423 مليون و8 ألف سنة. إذا كان الشخص ده السودانيين كلهم عمرهم 45 سنة، افترضنا إنه كل السودانيين عمرهم 45 سنة، السودانيين عددهم 30 مليون نسمة، حيكون عمر السودانيين بالأيام كم؟ بالأيام ضربتها 42 تريليون و390 بليون و240 مليار. الآلة الحاسبة ما قادرة، لأنه الأصفار يعني مشت محدودة زي ما قال البروف أفتى في إنه المسائل محدودة يعني كما هي. إذن يعني هذه هي قدرات بلا حدود لهذا العبقري السوداني. ربنا يحفظك مامون، وإن شاء الله يعني تجد من يأخذ بيدك